في الأولوية بتاعة التعاقد. يعني بتتكلم في 3 لعيبة مهاجمين، 3 لعيبة أجنحة، 3 لعيبة في وسط الملعب. دي اللعيبة اللي تم الاستقرار عليهم للتفاوض للتعاقد مع 3 منهم أو على الأقل 2. فكل لما الأهلي يتفاوض مع حد من ال9، دي القائمة النهائية من الترشيحات بالمناسبة، كل لما الأهلي يتفاوض مع حد من ال9 يبقى في مغالاة طبقا لرؤية المسؤولين في النادي الأهلي، فيقول لك اوقف التفاوض فنشوف بدائل. بحطك في الصورة أول بأول. طب 200,000 دولار عشان إيه؟ عشان الصفقة تخلص على 1,500,000 دولار. أنا بقول لك التفكير في النادي الأهلي. يعني ابتدي ب1,200,000 عشان توصل ل1,500,000. والراجل ده اللي قدام حضراتكم على الشاشة واخد يعني إعجاب كل المسؤولين في النادي الأهلي المنوطين بملف الصفقات والتعاقدات والفريق الأول لكرة القدم، وعلى رأسهم طبعا ضمن الأسماء أكيد كولر. الكل مجمع عليه على إمكانياته. وهو لعيب كويس. شفت له فيديو واحد بصراحه، ما يعني فيديو فيه اهداف لكن ما شفتش مهارات كلام من ده، وانا مش انا اللي هقيم يعني لكن في كل الاحوال لحد دلوقتي الاهلي هيحاول تاني في ايفرتون. يعني هيفضل يستمر في المحاوله والتعاقد مع هذا اللاعب البرازيلي اللي قدام حضراتكم على الشاشه. ينجح في النهايه انه يقنع النادي التشيكي، ممكن. ما ينجحش، وارد. لكن برضه دلوقتي الموضوع لسه ما فيهوش جديد، يعني ما فيش تطور ايجابي. ممكن التطور ده يحصل في ساعات سواء بالايجاب او بالسلب. بقول لك برضو لحد اهو احنا دلوقتي ايه الساعه 11:30 وشويه. بس الاهلي هيفضل يحاول في موضوع ايفرتون ده. الاهلي بقى عنده بدايل مجهزه.